السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا احنا هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل بطريقتي انا. طبعا انا عارفه ان في منكم ما شاء الله اساتذه واحسن مني 100 مره، بس انا هوريكم طريقتي لان في ناس كتير طلبتها مني. طبعا حطينا اي ماده دهنيه عندنا، بس انا بحط سمن بلدي. وعندنا مثلا بتاع كيلو، انا ده كيلو لحمه مفرومه. وطبعا انا لما بعصج اللحمه اللي عندي كلها، يعني مش بحط مثلا نص او ربع. اللي عنده يعمل على قد الصينيه اللي هيعملها. طبعا بالاول لازم اخدها صدمه الاول اللحمه واطلع الزفاره منها. انا بحب اعملها كده لو زي ما انتم شايفين كده. اول ما تغير لونها بحط البصل على طول. بقعد اقلب فيها شويه لحسن يكون فيها مثلا ميه ولا حاجه. فلما بتاكد ان الميه نشفت بروح احط البصل. هقعد اقلب في البصل معاها لغايه ما تتكرمل معايا وكل المكونات تخش في بعضها زي ما انتم شايفين كده. تمام. هحط بقى التوابل بتاعتي: فلفل اسمر، 7 بهارات، احط مكعب مرق، بحط حبه كاري. اللي مش حابب يا جماعه ما يحطش. وبحط رشه قرفه بسيطه جدا. والملح بتاعي. وطبعا انا بحب قوي طعمها بالصلصه. بنبتدي هنا نعمل بقى الصوص بتاعنا، صوص البشاميل. طبعا يا جماعه انا بعمل هنا صوصين: الصوص بتاع البشاميل وزودت شويه علشان اعمل صوص اللي انتوا طلبتوه مني، فلفل بالفراخ وعليها صوص البشاميل. زي ما انتوا شايفين كده لقيت السمنه عندي او الماده الدهنيه عندي ضعيفه جدا، رحت مزوده شويه. وزودت برضو حبه دقيق تاني بحيث ان لقيت الكميه حسيتها ان هي هتبقى قليله. طبعا انا قلت لكم هعمل بالصوص ده اكلتين: البشاميل والاكله اللي انتوا نفسكم ان انا اعملها لكم، الفلفل بالفراخ بالصوص البشاميل. هقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين، يا دوبك بس بتاخد بس تشميعه اهو. انا زودت هنا حبه دقيق صغيرين عشان حسيت ان الدقيق قليل، فهقلب كويس جدا. وبعد كده هحط مكعب مرق. ما بحطش ملح خالص يا جماعه في صوص البشاميل نهائي. انا ما بكتفي برشه الفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده ومكعب المرق بس. واللي مش عايز، اللي عايز يستغنى عن مكعب المرق يستغنى تماما، محدش يستخدمه، مفيش اي مشاكل. فبقلب كويس جدا لغايه ما كل المزيج ده يخش في بعضه واحس ان المكعب المرق ساح خالص ودخل مكوناته في قلب الدقيق. بصوا انا اهو بهرسه كويس جدا. وبعد كده انزل باللبن زي ما انتم شايفين. طبعا انا بعاير يا جماعه ال4 معالق دقيق بيبقى عليهم لتر لبن، انا معايره كده فبيطلع معايا يعني سمكه معقول. اللي عايزه اخف يزود مثلا كوبايه لبن تاني. وغير كده وكده انا بزود كريمه لباني زي ما انتم شايفين. فانا بستغنى تماما عن يعني اللبن الزياده يعني. هقلب كويس جدا. ولو لقيته محتاج مني لبن، لان انا عايزه السمك بتاعه ما يكونش تقيل ولا خفيف. بتاع البشاميل اللي بحبه يكون مظبوط. ومعايا هنا لبن زياده، فممكن لو حسيت ان اللبن قليل هزود، او الكميه تخنت شويه بزود لبن، مفيش اي مشاكل. هفضل اقلب كويس جدا لغايه ما القوام يبتدي يتقل معايا. وهبتدي احط بقى المكونات اللي انا حابه احطها. انا بحب جدا احط معاها جبنه شيدر وجبنه مطبوخه اللي هو ميكس جبن. دي جبنه الموتزاريلا بحط قيمه كبشه كده بايديا. بحس انها بتبقى اغنى يعني، وبتبقى الطعم بتاعها احسن، وبحس انها بتمط معايا اكتر وانا باكلها. فهقلبها كويس جدا. اول ما تخش المكونات في بعضها ابتدي احط ميكس الجبن. برضو اللي مش عايز يحط مش عنده يحط الميكس الجبن ده ما يحطش خالص يعني، او الجبنه المطبوخه دي ما يحطش. ناس كتير سالتني بتستخدمي جبنه ايه؟ نوعها ايه الموتزاريلا؟ بستخدم الحمد، هي المتواجده عندي حاليا. لكن انا في انواع تانية بجيبها من سعودي، بس انا مش متواجده يعني، ما بقدرش اروح دلوقتي في الوقت الحالي. طبعا حطيت اهو الجبنه المطبوخه اهي. انا بوريكم الاسم الحمد اهو، تريبل ميكس. ده انا بحط اللي مش عايز يحط ما يحطش يعني. انا بحب يعني اخلي الصوص ده غني جدا، لان انا ما بحطلوش ملح. فبالتالي لما بحط له ميكس الجبن ده بحس ان طعمه بيبقى اغنى وكده. انا سلقت طبعا المكرونه اهيت يا جماعه، وهحط عليها حبه من الصوص البشاميل. ليه بقى؟ بحس ان بشمع المكرونايه، بحس انها متشمعه وبتاخد النكهه بتاعه البشاميل. لان ممكن انا احط وارص، ممكن ما تاخدش النكهه كلها المكرونه.
فزي ما انتم شايفين كده هحط حبة في القعر وافرشهم، وبعد كده احط اللحمة زي الطريقة التقليدية بتاعتنا. تمام. بصوا بقى علشان تطلعوا المكرونة حلوة، البشاميل حلوة، ما تبقاش تقيلة، حاولوا على قد ما تقدروا ما تكتروش في سماكة المكرونة، يعني تخلوا سماكة بسيطة جدا، واللحمة زودوها شوية فهتطلع معاكم. انا بتكلم طبعا عامة لينا احنا كفي البيت، لكن احنا لو عندنا مثلا فرح عندنا بتاع فلازم هنكتر المكرونة علشان النسبة تبقى معقولة، يعني في انك تفرقي او كده. فانا بقول لكم في الصح يعني، فاللي حابب حتى يعملها في الافراح او في العزومات هو ده الصح على فكرة. هنفرش طبعا اللحمه، واللحمه زي ما انتم شايفين كده لونها تحفه، والطعم بتاعها يا جماعه ونكهتها، والقرفه، رشه القرفه اللي بحطها عليها مخليه النكهه بتاعتها تحفه. في ناس بتحط لها جوزة الطيب، رشه جوزة الطيب، بس انا بصراحه ما مش عارفه، ما بحبش، بس هي بتديها نكهه حلوه بصراحه. انا اكلتها عند حد لقيتها تحفه بصراحه. وبحط اهوت الطبقه الاخيره اللي من فوق زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي افرشها برضو. هي الطريقه على فكره سهله جدا. هي في ناس على فكره انا اكلتها عند ناس والله النكهه بتاعتهم تحفه، فما اعرفش ازاي النكهه ديت. طبعا برش رشه خفيفه من الموتزاريلا. برضو ما عندكيش موتزاريلا استغني عن الخطوه دي خالص نهائي. تمام. وهبتدي احط الطبقه الاخيره من البشاميل. بصوا انا بحب الصوص يبقى خفيف كده، يعني ما يبقاش خفيف قوي ولا تقيل قوي. السمك ده بتاع البشاميل اللي بحبه جدا، لانه سهل انه يخش جوه المكرونه نفسها، بيشرب المكرونه كلها. لكن لو تقيل بحس ان بياخد الطبقه اللي من فوق بس، وتلاقيه في النهايه عامل طبقه مختلفه وخاصه بذاتها غير المكرونه، ما بيخشش جوه المكرونه. لكن انا لما بخليه كده بحس انه ممكن يبقبق في قلب الفرن، واحس انه كله بياخد من النكهه، فانا بحبه يبقى كده. طبعا ده حلو جدا ويبقى مغذي جدا لاولادك طبعا. عذرا اللي بتوع الرجيم طبعا ما ينفعش خالص انهم ياكلوا حاجه زي كده نهائي يعني. تمام كده. اخر حاجه بعد كده هنبتدي ناخدها ونحطها الفرن على درجه، انا بخليها على اعلى درجه بصراحه 220 درجه، لان انا بحبها، لان كل حاجه فيها مستويه، فانا بحب بحبها تاخد صدمه. طبعا شايفين منظرها يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، والف هنا عليكم. اللي يعملها زي ما انا ما عملتها يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ان كان في اختلاف ولا ما فيش. وبحبكم في الله والله العظيم، والف هنا وشفا عليكم يا رب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.